السلام عليكم. اليوم أنا حابة أشارككم طريقتي بالبرجر الدجاج. أول شي راح أسوي عجينة البرجر. خليت هنا 4 قلاصات من الطحين، ربع خاشوقة من بيكنج باودر، رشة ملح. عندي هنا ربع قلاص من الزيت والزبدة خلطتهن سوا، وعندي كوب حليب من الدافئ ضفت عليه خاشوقة من الخميرة الفورية، خاشوقة ونص من الشكر، وغلفته باللايلون حتى تتفاعل الخميرة والمواد. خليت الطحين بالعجانة وراح أضيف عليه الحليب بالتدريج، وأشوف إيش كثر تريد مني حليب سائل. أخذت مني العجينة قلاص و3/4 من الحليب حتى صارت هيج لينة. آخر شي راح أخلي الزيت والزبدة بالعجينة، راح أخليها تعجن شوية حتى تطين ليونة أكثر، وهيج صارت العجينة كلش لينة وطرية. المهم ما تكون قوية، تكون لينة. راح ألفها وأخليها تختمر حتى يتضاعف حجمها. هسه من بعد ما اختمرت راح أسويها دوائر متوسطة الحجم. دهنت إيدي بالزيت وبديت أشنكها. شنقتهن وسويتهن دوائر بهيج شكل. راح أغطيهن وأخليهن يختمرن ويتضاعف حجمهن. من بعد ما تضاعف حجمهن راح أدهنهن بالحليب وأزينهن بالسمسم وحبة البركة، وراح أخليهن بالفرن. شعلته قبل شوية، شعلت الفرن بس من الجوة، ومن يستوي الصمون من جوة أشعل الفوق وأطفي الجوة. هذا شكله من بعد ما طلعته من الفرن. دهنت الوجهية الصمون بالزبدة حتى يبقى طري ويصير بيه لمعة، طبعا كلش هش واسفنجي. هنا عندي صدر من الدجاج، متبلته صارلي 5 ساعات. تبلتها بالحليب وخليت عليها نص ليمونة، نص ليمونة عصرتها، خاشوقة كبيرة من الشطة الحارة، فصين من الثوم برشتن عليه، ونص مكعب من الماجي، ونص خاشوقة من الملح. هاي طريقة أسويها بالكنتاكي وبالبرجر الدجاج، كلش طيبة ورهيبة، يعني حتى أطيب من مال السوق. تنطي للحمة طراوة وتنطيها نكهة كلش طيبة. خليت كمية من الطحين، وخليت عليه نص مكعب من الماجي، وخليت خاشوقة ونص من النشا، وخليت خاشوقة كبيرة من البابريكا حلوة، وخليت ربع خاشوقة من الملح، وخلطتهن كلش زين. هسه راح اخذ صدر الدجاج اخليه بالطحين، وارجع اخليه بتتبيله مع صدر الدجاج، بعدين اخليه بالطحين، وبعدين انكثه واخليه بالزيت الحامي على نار وسط. بهيج طريقه اسوي كل صدر الدجاج حتى اخلصه. هسه بدا يستوي ويصير هيجي شكله، لونه يصير مثل الذهبي. بقى عندي شوية من التتبيلة، خليت عليها شوية طحين وخبطتها كل زين، وراح أضيف عليها حلقات من البصل، وأسوي طريقتها مثل طريقة صدر الدجاج، وبعدين أقليها تصير مقرمشة وطيبة. هسه هيجي صار من بعد ما قليت صدر الدجاج والبصل، صار مقرمش كلش لذيذ.
وسويت صوص الجبن على طريقتي أني. خليت جبن كرفت شوية، وخليت زبدة شوية، وخليت شوية برشة ثوم، وخليته بالمقلاية الهوائية إلى أن ذابت الزبدة والجبنة طلعتهن. وهنا سويت صوص ثاني، شوية من الكاتشب وشوية من المايونيز وشوية من الصلصة. وهذا شكل النهائي للبرجر الدجاج. أتمنى عجبتكم طريقتي، أنتظر آراءكم بالتعليقات، وعافيات على اللي جربها، ومع السلامة.